عجبني قوي تزيين التورت بالطريقة دي، فجبت لكم تزيينين يا رب يعجبوكم. لو انت من الناس اللي هاوية تزيين الكيك او التورت، اكيد هيعجبك الفيديو وهتاخدي منه افكار. ولو عجبكم النوعية دي من الفيديوهات، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اجيب لكم من النوعية دي فيديوهات كتير نشوفها مع بعض ونتعلم طرق جديدة للتزيين وناخد افكار منها حلوة. زي ما احنا شايفين اول تورتاية اللي هي القلب، ده عبارة عن نقول جناش خفيف عمل بيه الشكل اللي هو زي الشمس، وعمل بيه الروزيتات ده بالجناش اللي هو التقيل. وبعد كده رسم كده بكريم شانتيه، حط له حبة جناش ورسم بيه الرسمة اللي على الجناب. بصراحة فنان حلو قوي قوي. فكرة التزيين دوت. ولو نلاحظ من غير بلبلة، الكيس يا دوب عامل فيه خرم صغير وبيرسم بيه. طبعا ده فنان جميل. هنشوف بعد شوية كمان التورتة اللي هي بتاع المناسبات، الأدوار حلوة جدا، ممكن تاخدي منها أفكار وتعمليها. هنا بيدوس عليها بس كده يبططها شوية، وعمل الوردات الواقفة دي لازم كريم شانتيه يكون تقيل أو كريمة زبدة. وبعد كده اللي بيرشه ده عبارة عن اسمه ايه يا ربي، اللي هو دست فضي كده، عطى شكل حلو قوي. بعد كده دي التورتة الأدوار. ده أول دور. اللون البينك بيبقى حلو قوي، وخاصة لو المناسبة دي البنوتة. عمل كده الثلاث أدوار. اللون كمان حلو جدا، لون رقيق قوي. بعد كده غمق اللون سنة وابتدى يحط وردات بشكل عشوائي ببلبلة صغيرة. هيغمق تاني سنة وبعد كده حط وردات تانية شكلها حلو جدا، ظريفة قوي بصراحة. بعد كده اللون الأخضر عشان يعمل الفروع بتاعة الورد. حلو قوي قوي قوي. لو عجبك فكرة الفيديو اعملي لايك وشير، واكتبي لي في الكومنتات لو عايزة اجيب لكم نوعيات من الفيديوهات ديت. نتعلم كلنا مع بعض طرق لتزيين التورت والكيكات، وهجيب لكم حاجات ان شاء الله فيديوهات بالمقادير بعد كده. يا رب تعجبكم.